من اجل الوصول ان شاء الله للدور النصف النهائي ومواصله هذا المسار الناجح والمسار المتميز لكره القدم المغربيه والعربيه. معي الحديث حول المنتخب الوطني المغربي والحديث حول هذه المباراه وكذلك هذا التنظيم الرائع هنا بالعاصمه القطريه الدوحه. واحد من يمكن نقول انه محبوب الملايين، محبوب العرب، مهند الجالي، الزميل الاعلامي الصحفي الليبي العربي. مرحبا بك مهند. الله يحفظ اخوي هشام، مساء الخير. ديالكم مهند ديالكم. الله يحفظ اخوي هشام. تحيه لمشاهدي الرياضيه المغربيه، لكل الشعب المغربي. عشنا مونديال من اروع ربما كؤوس العالم اللي تعايشنا معاها. انا عشت كاس العالم 2010 في جنوب افريقيا، 2014 بالبرازيل، 2018 بروسيا. اليوم نعيش في احسن كاس عالم على الصعيد الشخصي، على الصعيد الانساني، على الصعيد المهني. عايش مونديال بصدق، كلمه مونديال عربي حقيقه عشناها وليس فقط مجرد كلمات نحاول عبر وسائل الاعلام ان احنا نسوقوها للمتلقي. بصدق مونديال عربي، بدءا من افتتاح هذا المونديال وصولا إلى مباراة المغرب والبرتغال. فحبيت من خلال الرياضية المغربية، ربما هي شهادتي مجروحة كوني عايش في دولة قطر، بس هذه حقيقة لابد أن تقال. أشعر بهذا المونديال هشام هو عرس كروي فاخر، وأنا جزء من هذا العرس. أشعر بأن هذا العرس احنا نقوله متاعي ونحبه ينجح، لأن النجاح من نجاحي. ففرحانين كثير. شكرا لدولة قطر على هذا التنظيم اللي رفعتنا روسنا كعرب. أنا بكرة نسافر للبرازيل أو نسافر لأوروبا نقول لهم أنا عربي، أنا اللي نظمت المونديال، أنا اللي أعطيتكم نسخة ورفعت بها السقف. اللي حيجي من بعد قطر حيتعب كثير في تنظيمه. فعلا ورفعت من السقف خصوصا على مستوى التنظيم، وانا قلنا على مستوى تغطيتنا بالشركه الوطنيه للاذاعه والتلفزيون المغربي بان قطر يمكن نجحت قبل ان تنظم هذه البطوله. يعني نتحدثوا عن المنتخب المغربي، وكان قبل ذلك المنتخب المغربي ان يحمي الامال ديال كره القدم العربيه، خصوصا بعد خروج منتخب قطر، منتخب تونس، منتخب المملكه العربيه السعوديه. كي شفتي المسار ديال المنتخب المغربي في هذه النهائيات؟ من دور المجموعات متوقع انه حيتاهل بصدق رغم قوه المجموعه. كرواتيا، بلجيكا، كرواتيا وصف بطل العالم، بلجيكا الثانيه على مستوى العالم، منتخب كندا من المفاجات يمكن نقول على مستوى المتاهلين للنهائيات. توقع قبل بدايه المباريات المجموعه المنتخب الوحيد اللي كنت خايف منه المنتخب المغربي فاز عليه، المنتخب البلجيكي. كنت خايف فقط من المنتخب البلجيكي، كنت متاكد تقريبا متيقن ان المنتخب الكرواتي والمنتخب الكندي حيكونوا في المتناول لعدة أسباب ربما يطول شرحها. بس كنت خايف من المنتخب البلجيكي اللي فيه كثير رشحوا المنتخب البلجيكي إنه يروح بعيد في هذه البطولة. مباراة إسبانيا هي اللي كنت خايف منها، اللي هو كان العقل يقول إن إسبانيا هي حتمر، القلب، العاطفة، الحب، الشغف كله كان في اتجاه المنتخب المغربي. اليوم أمام المنتخب البرتغالي اليوم تمت الفرحة. اليوم المنتخب المغربي نحب نشوفوه في مربع الكبار، لأنه واحد من الكبار. مش كلام أعلامي بس هشام، لأن في كثير أدوات يتوفر عليها المنتخب المغربي ويتوفر عليها بقية 7 المنتخبات. نتكلموا على اللاعبين، نتكلم على نجوم كبيرة، في لاعبين من منتخبات مختلفة من مختلف القارات شاركوا ولعبوا أمام المنتخب المغربي، ولاعبينهم يتمنوا صورة مع حكيمي، يتمنوا غيروا القميص مع زياش، يتمنوا يكون في حوار بينهم بين مزراوي. وهذا يعطيك ثقه بالنسبه للاعب. انت خرجت منتخب بلجيكي، خرجت منتخب كرواتيا، كذلك المنتخب الاسباني، وهذا اعتقد انه يعطي دفعه قويه لهذا اللاعبين، وانت كذلك تحمل الامال ديال كره القدم العربيه. هذا دافع كبير بالاضافه للجماهير المغربيه والعربيه تساند المنتخب اكيد. لكن احنا اول شيء تغلبنا عليه كوننا المنتخب المغربي ان ما عندناش عقده نقص ان احنا حنلعبوا قدام نجوم. لان انا متاكد، نسالك الحين عبر الرياضيه المغربيه، أنا متأكد مزراوي يعرفوه في نيكاراغوا، وحكيمي يعرفوه في بنما، وزياش يعرفوه في الفلبين. يعني الموضوع انترناشونال، مش فقط منتخب عربي يحاول يشارك من أجل المشاركة. النقطة الثانية واللي نشوفها هي أهم، هي ذكاء وليد الرقراقي. اللي نجح فيه وليد الرقراقي لم ينجح فيه المنتخب المغربي في مشاركاته منذ 98 منتخب فرنسا. لأني أنا أعتقد أنا تربيت على الكرة المغربية، تربيت على يوسف شيبو، تربيت على كاماتشو، تربيت على بصير، تربينا على بهجة. أنا أقول بأن مهند يمكن يعرف المنتخب المغربي والكرة المغربية أكثر مني. لأن عمري وسني أول مونديال نعيشه واعي هو مونديال فرنسا 98.
واللي شرفنا فيه المنتخب المغربي. فاللي نجح فيه وليد ما نجحوش فيه مدربين كبار بأسماء كبيرة هو السيطرة على غرفة الملابس. دائما كنت أقول وأعيد وأكرر أن مشكلة الكرة المغربية في غرفة الملابس، كان صعب السيطرة على غرفة الملابس. خلينا نتكلموا بشجاعة أدبية هشام، كان في مشكلة مين يأتي من هولندا ومين يأتي من فرنسا، واللاعب المحلي، والصراع اللي يدور في غرفة الملابس، والصراع اللي يدور في الفندق اللي جالس فيه المنتخب المغربي. بالتالي هذا ينعكس على شكل المنتخب المغربي رغم أنه يملك نجوم. اليوم اللي عمله وليد والله العظيم دروس بالمجان في التقريب الناس من بعضها. اللي عمله وليد بعيدا عن الذكاء الكروي والتكتيكي وكونه مدرب ناجح وكاريرا في التدريب يتكلم على وليد، مش مهند اللي حتكلم على وليد، لكن اللي عمله اليوم وليد مثلا اللي لاعب اللي في البنك تشوفه كيف فرحان وكيف يشجع في زميله، افتقدناها في بعض المناسبات في بعض المشاركات. كان دائما يمكن اللاعب الذي يكون في الاحتياط دائما يبحث على انه ياخذ مكانه كرسمي على مستوى التشكيله. كيف تشوف المباراه الان امام المنتخب البرتغالي بكريستيانو رونالدو بباقي اللاعبين، وتشوف الحظوظ ديال المنتخب المغربي في الوصول للدور النصف النهائي؟ ان شاء الله يا رب كريستيانو رونالدو يزعل ويقول نحب نلعب. انا نتمنى كريستيانو رونالدو يلعب، لان احنا تحدثنا ما قبل مباراه البرتغال وسويسرا واكدنا بوجود كريستيانو المنتخب البرتغالي تصبح فيه العديد من العيوب. اهم هذه العيوب ان بدون كره المنتخب البرتغالي ينقص لاعب في عمليه الدفاع اللي هي تبدا من الضغط من الامام، لان كريستيانو رونالدو بدنيا غير قادر انه هو يدافع ويهاجم. النقطة هذه عوضها راموس وحيعوضها الياو، لأن بدنيا هم أجهز من كريستيانو رونالدو، فنيا اليوم هم أقدر وأحرف من كريستيانو رونالدو، ورغبتهم وشغفهم أكثر في إثبات الوجود. فأنا يهمني كمحب للمنتخب المغربي أن كريستيانو رونالدو يكون لاعب حيكون أقل رتم على المنتخب المغربي خصوصا في الضغط، لأن نتوقع حيضغطوا علينا المنتخب البرتغالي خصوصا من الأمام. اللي طمني الدفاع المغربي، الذكاء متاع وليد اللي احنا مؤمنين به، ان وليد مرن تكتيكيا، عنده اكثر من خطه اكثر من سيناريو يدخل به في المباراه، ممكن يغير رسم التكتيكي داخل المباراه نفسها. فبالتالي متوقع انه هو يفعل شيء امام المنتخب البرتغالي. خايف هشام بصدق، خايف من البرتغال، والخوف سر النجاح. لو احنا ندخلوا مش خايفين واثقين من انفسنا وفزنا لا حنتعبوا، لان بصدق اسبانيا عذبونا. خلينا نكونوا شجعاء. ويبقى من المنتخبات الكبيرة نعم كرويا. الخليك الآن رسالة قبل من ننهي، ورسالة الجمهور المغربي الذي يحب صراحة كثير مهند، وكذلك الجماهير العربية اللي بغينا كذلك تجي وتشجع المنتخب المغربي العربي. رسالة للشعب المغربي، أول شيء والله العظيم نحبوكم في الله، نحبوكم هلبة دون نفاق أو رياء. ما تأهلناش، ما زال احنا بنلعب ربع نهائي، ما تأهلناش. نفس اللحمة اللي كانت، نفس الصلاة للمنتخب المغربي، الدعاء للمنتخب المغربي من أمهاتنا المغاربة، من أمهاتنا العربيات اللي يدعوا لزملاء حكيمي، نفس الدعاء، نفس اللحمة، نفس الشعور، نفس الشغف. الجمهور المتواجد المغربي والجمهور العربي اللي ملتف، وانت عايش معنا المونديال في قطر،